صباح الخير وصباح الفل وصباح الياسمين عليكم. النهارده باذن الله يوم جديد واشراكه جديده باذن الله ان شاء الله. جوزي ادالي 200 جنيه وقال لي تجيبي بيهم لحمه الشهر وما تطلبيش حاجه تاني زي كل شهر ان شاء الله باذن الله. انا عملت ايه؟ جبت نزلت جبت بيهم. جبت طبق كبده، جبت طبق لحمه مفرومه، وجبت فرخه على قد الايد كده اهي، بسم الله ما شاء الله بألف هنا. وجبت بطايه، ظبطت نفسي بال200 جنيه. وقال لي كمان جبت له جبنه اللي هي المش، لو تعرفوها يا جماعه الناس الصعايده. جبت الست قاعده كده في السوق، قلت طب ما اجيب، انا بحب المش جدا، تقطعه طماطميه بقى وحبه زيت كده، يا سلام مع كوبايه شاي بلبن على الصبح بتبقى جميله. جبت نص كيلو، هفضيه هنا في اي برطمان برضو نضيف عندي. البرطمانات دي بتاعت المربى لما بتفضى عندي مش برميها، لا بغسلها وبنشفها وبخليها عندي زي كده، بحط فيها حاجات زي دي. وكمان رجعت له الباقي، قال لي يا سلام يا سلام، متجوز ايه؟ واحده مدبره، ولازم كلنا يا جماعه احنا شاطرين، لازم كلنا باذن الله نعمل كده ونبقى مدبرين ونعيش على قد ظروفنا وعلى قد حياتنا، وبلاش نستلف علشان الاكل، وبلاش نحط ديون وفلوس علينا علشان خاطر اكل، لا مش مستاهله. دي لقمه والناس كلها يعني بتشبع من اقل حاجه، فمش مستاهله. انا كده فضيت المش اهو زي ما انتم شايفينه. هحط بقى على الوش بتاعه شويه زيت وهحطه في التلاجة، هقفله بقى كويس كده قوي اهو زي ما انتم شايفينه، واحطه في التلاجة. ولما اجي استخدم بقى هطلع حته بحته كده في الطبق عندي. كمان جبت لفه جلاش ما نسيتهاش، علشان لو هعمل مثلا باللحمه المفرومه، او ممكن اعمله حلويات، بشيله عندي في الفريزر، وقبل ما باجي اعمله بطلعه قبلها ب5 دقايق، بحطه عندي في اي مكان دافي بيفك، يبقى زي الفل اكني لسه جايباه. يبقى احنا كده جبنا لحمه الشهر وبارخص حاجه يا جماعه. لازم نعيش على قد ظروفنا وعلى قد اللي احنا فيه، والحمد لله على كل حال. ويا رب تكونوا بخير، ويا رب الفيديو يكون بسيط وسهل وعجبكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مع السلامه.